يوم في حياة مونتير، ويجي واحد محنك يقول لك هو انت مين اصلا عشان تقول لنا يوم في حياة المونتير؟ يا ابني انا مونتير، يعني الكرياتيفيتي كلها، يعني كرييتيف، يعني مفيش منه على الكوكب غير اتنين، انا وانا. اللي ما يعرفنيش انا زيكو فيديو اديتور. اليوم بيبدا الساعه 5 صباحا، بيبدا بصلاه الفجر، دي اول حاجه تتعمل في اليوم. وخد بالك صديقي، مش لازم كل يوم يعني اصحى الساعه 5 الفجر، مش تنين مجنح انا، ممكن ايام ما تظبطش معايا اصحى متاخر شويه، بس بنحاول يعني على قدر الامكان نصحى عشان نصلي الفجر يا جماعه. يعني بعد كده بشرب مشروبي المفضل الا وهو الشاي، لان هو المتوفر على طول دايما يعني. وبعدها بقعد على اللابتوب نشوف شغلنا بقى. بعمل ايه في الفتره دي ما بين بعد الفجر لحد الظهر؟ لو عندي شغل بخلصه، ولو مفيش بدور على شغل. طب ازاي؟ هقول لك. بفتح جروبات الفيسبوك المعموله خصيصا للمونتاج، بدور على فرص شغل مونتاج، او بنزل بوست على الجروب. دي الطريقه الاولى. طب الطريقه الثانيه، اخش على موقع مستقل اشوف ايه الدنيا فيه، لو حد بعت لي او اقدم على عرض او هكذا. والموضوع ده بيستمر لحد الظهر. بعد كده بروح اصلي الظهر، بعد كده برجع بكرر نفس الموضوع تاني لحد ما الاقي عميل. وفي الاغلب هو اصلا بيجي ما بين الفجر والظهر، او بيجي بعد الظهر. ولو مفيش شغل قدامي باخد قيلوله ما بين الظهر والعصر. ولو انت محتاج فيديو اديتور ما تترددش وابعت لي على طول، هكون في خدمتك في اي وقت. بعد العصر بقى يبدا الملحمه. طبعا في صفحات على السوشيال ميديا خاصه بشغلي فبهتم بيها، وبصور برضك فيديوز زي اللي انت بتشوفه ده دلوقتي. بعد هذه الرحله الطويله على بعد العشاء خلاص يا باشا كده المهمه انتهت، انام بقى واصحى اليوم اللي بعده، وهكذا على نفس الموال طول الاسبوع. وبس كده يا صديقي، ما تنساش تعمل فولو وشوف الفيديوهات القديمه واستنى الفيديوهات الجديده. كان معاك زيكو، سلام.